بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا 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 من الفيديو اللي فات. صباح الفل عليكم زي ما انتوا بتشوفونا الصبح، ومساء الفل لو بتشوفونا بالليل حسب ما بتتابعوا الفيديو. النهارده هنعمل الكوارع بطريقه مختلفه، كنت عملناها قبل كده، هبقى انزل لكم الفيديو في الديسكريبشن او اول تعليق مثبت. بس الطريقه النهارده مختلفه، هنعمل منها شوربه وهنشويها تحت الشوايه. خلاص انا حطيت ميه وحطيت فيها شويه ملح، وحطيت الكوارع وهديها غلوه كده، وبعدين نرجع نكمل مع بعض نشوف هنعمل ايه. كده بقى اتسلقت يعني غلوه واحده بس. صفيتها واغسلها. تعالوا بقى نروح على البوتاجاز نشوف هنعمل ايه. بصوا بقى يا حبايب قلبي، الكوارع بعد ما سلقناها اديناها غلوه كده، جبنا بقى ايه ماده دهنيه، زيت او سمنه او زبده، بس طبعا يستحسن زبده او سمنه. وهنحط الكوارع وهنحط معاها 3 فصوص حبهان، ورق لوري لو متوفر، عودين كرفس، وبصلايه قطعناها نصين، وحطينا ملح وفلفل اسمر. بصوا يا جماعه الطريقه دي في الكوارع تحفه. هنزودها بقى الميه بعد ما الكوارع اتشوحت، طعمها جميل وشربتها روعه روعه روعه. جربوها يا جماعه، كل سنه وانتم طيبين. وحطينا بقى نص كوبايه عصير طماطم، وهنسيبها بقى لغايه ما تغلي وتستوي خالص. كملوا معانا للاخر، متنسوش تحطوا لايك. حطيت هنا فصين حبهان وقطعه زبده بلدي، براحتك بقى زي ما انت حط بقى بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. يعني كان عندي ورق هتبص انا بستخدمها. على فكره احنا غسلنا، قولوا لهم انت غسلت الكوارع بايه؟ بغسلها بالملح والدقيق والخل والليمون، وبنقعها قوي قوي، ويعني مراحل يعني دقيق، وبعدين لا بنرش عليها ملح الاول، وبعدين انا غسلتها دلوقتي وانا قلت لك انا عارفه غسلتها برضه كده بقى نسيبها او ان هي تتشوح. نحط بقى الخلطه ونطلع منها احلى شوربه. شوربه بتعمل ايه؟ عشان العظم طبعا بتعالج العظم والزلال اللي فيها والحاجات دي. بس تصدقي هجربها النهارده. جميله. بصي بقى يا سوسه، معلش تعالي كده عشان الناس دي تبقى شاهده عليكي وعليا. تعالي بعد اذنك. تمام تعالي. شفتي الحته دي؟ دي بتاعتي. دي دي بتاعتي. تمام. لا ممكن نعلمها بالسكينه ولا حاجه. وتلخبطي يا زوز. تمام. انا غطيها بقى، غطي النار عليها هي واسيبها بقى تبقى تاخد وتدي بشكل ودي مع نفسها كده، ونرجع لها تتشوح. بصوا يا جماعه بقى، والكوارع بتاخد وتدي مع نفسها كده. انا بحمر شويه مكرونه، نعمل شويه جنبها مكرونه محمره، وتبقى اكل لطيفه والله ظريفه. لان اياد مش بياكل الكوارع، انا قلت اعمل له شويه مكرونه ياكلها. احنا هناكل برده معاها مكرونه هنا. واحنا ناكل الكوارع فين بقى شوربتها حلوه. كنت حاطه كرفس اصلا في الشوربه. شوربتها جميله جميله جميله.